وبنص عجقة هالأخبار بيطلع لك هالخبر الصادم: امرأة تم تعيينها كرئيسة بلدية. إيش هو هالحكي؟ همرين شعبو مواليد 1994 وحاصلة على شهادة دبلوم بعلم الاجتماع. بيتفاجئوا الناس بخبر تعيينها كرئيسة لبلدية معبطلي، وبهالشكل تعتبر همرين أول امرأة بتتولى منصب رئاسة بلدية من وقت التحرير. بموضوع همرين انقسمت الآراء لقسمين: إيجابي وسلبي. في ناس اعتبرت انه يعني ما بحق لكم تعينوا مين ما بدكم، لازم يكون في صندوق اقتراع ونحن يلي بنختار مين بده يكون رئيس البلديه. اما الطرف الثاني كان مؤيد جدا للفكره، وانه العنصر النسائي غائب جدا هالفتره، خاصه بالمكاتب التنفيذيه المحليه، وانه حله يكون موجود بقى. مثلا بتشرين الماضي تشكل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظه اللاذقيه، ما كان في اي حضور نسائي. كرر هالمشهد بمحافظات ثانيه مثل دير الزور ودرعا وحما. ما علينا، وصول همرين شعبو لهالمكان خطوه جيده وإيجابية، لكن هل هي كافية؟ الحقيقة لا، ما لها كافية. التغيير الحقيقي بيصير لما وصول المرأة لهي المناصب ما بيكون قرار استثنائي أو تعيين مؤقت، بل حق طبيعي إلها وطريق مفتوح لإلها بالمنافسة العادلة مثلها مثل غيرها. وبيبقى السؤال: يا ترى ممكن تكون هي الخطوة هي بداية لوجود أوسع للنساء بهي المناصب؟ طيب وأنتي شو رأيك؟